السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده بقى طول النهار والليل يعني مصر كلها ما ملهاش سيرة الا الست او البنت اللي ضربت حماتها علقة سخنة يعني. بجد الموضوع ضايقني قوي وضايق ناس ياما قوي. بس اللي ضايقني اكتر ان في ناس قاعدة بتدافع عن البت واكتر ما بيدافع عن الام الغلبانه اللي اتضربت علقه سخنه دي. انا عايزه افهم حاجه. يعني ايه ام تنضرب؟ يعني ايه ام تنضرب يا جماعه؟ يعني ايه؟ لو انتي مش عارفه تربي بنتك، يعني ايه حياه زوجيه، يعني ايه راجل، يعني ايه حما، يعني ايه عيله زوجيه، ما تجوزهاش قاعديها جنبك. انا عندي بنات و انا طول ما انا قاعده اقول لهم الحما زي الام بالظبط. يعني احنا كان عندنا حموات والله العظيم ثلاثة وحطيناهم فوق راسنا، وكانوا شداد، يعني ما كانوش، يعني كانوا شداد وفي نفس الوقت طيبين بحكم سنهم. ساعات بيطلع منهم حاجات تضايق، وساعات بيطبطبوا علينا، واحنا طبعا يعني المفروض عشان احنا متربيين ان احنا نسكت لو لقينا اي مثلا موقف كده هيضايقنا. انا عشان خاطر جوزي يعني استحمل الدنيا كلها، طالما جوزي كويس معايا وحنين استحمل الدنيا بحالها. لو جوزي مش كويس يبقى اسلم طريق كل واحد يروح لحاله. انا ايه اللي خلاني اقعد هي تشتم، هي بقى تشتم وانا اشتم؟ عيب، عيب. يعني انا دلوقتي جيت اختلفت مع امي الله يرحمها مثلا عايشه، وانا اختلفت معاها وجت ضربتني، اقوم رزعها بالقلم؟ يعني ينفع ان انا امي تكلمني ضربتني اضربها؟ اهي الحما زي امك بالظبط، حماتك هي امك بالظبط. مش هي جابت جوزك؟ يبقى هي امك، استحمليه. انتي قلتي اكيد بتقولي كلمة بتضايقها، هي بتقول لك كلمة بتضايقك، ماشي. الحياة لازم بتعدي وتستمر، وبنقعدوا مع بعض نتناقشوا وجوزك يدخل في الموضوع وبنقعدوا نتكلموا والدنيا بتخلص، بنلاقي حلول. لكن ان انا اضربها وهي تضربني ازاي؟ هو في حد بيضرب امه؟ الحما بالظبط كده. يعني ما ينفعش ان انتي تمدي ايدك قطعي ايدك، قطعي ايدك، قطعي ايدك. دي تربية، تربية وسخة، دي تربية وسخة. ان انا بنتي تضرب حماتها، ولا انا اضرب حماتي، ولا ايه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ وايه الترند اللي طالع؟ يعني المشكلة ديت قبل منها واحدة برضو طالعة بتقول انا ضربت حماتي بالشبشب قدام جوزي. يا سلام، هو انت جوزك اصلا راجل لما يشوفك وانت بتضربي امه بالشبشب؟ ده مش راجل، ده هلهولة. واللي مش بيبقى على امه مش بيبقى على اي حد. يعني هو عمره في حياته ما هيبقى عليكي، هيرميكي في الشارع في يوم من الايام طالما عملتي كده في امه. اوعي تفتكري يعني ان هو هيبقى عليكي. مهما تعملي له ومهما يعملك هيديكي بالشلوت ويرميكي في الشارع. عشان دي امه يا حبيبتي، دي امه. فازاي يعني هيبقى عليكي في يوم من الايام طالما انتي ضربتيها قدامه؟ اصلا هو مش راجل. يعني اللي يشوف مراته بتضرب امه قدامه ويسكت، ده مش راجل. على الاقل اللي اسمه علي دهوت اهو كان في السعودية ونزل لما شاف الفيديو. طبعا هو يعني القصة والحكاية كلها السبب هو لو كان إنسان كويس. أنا شايفة يعني كل واحد بيقول رأيه، ده رأيي، ده رأيي. ده لو كان إنسان تمام كان فصل ما بين أمه وبين مراته. طالما في مشاكل يبقى هي قاعدة في مكان، هي قاعدة في شقتها وأمي قاعدة في شقتها وخلاص، الدنيا تمام. أبعت لدي فلوس وأبعت لدي فلوس، حتى لو الحياة المادية صعبة
اتصرف. وبعدين الست بتقول، طلعت بتحكي بتقول انا من فجر ربنا بروح اشتغل. يعني الست مش مستنيه من ابنها اصلا فلوس، هي تاخد فلوس علشان عايشين تقريبا في عيشه واحده. مهما كان الظروف برضو، يعني مهما كانت الاسباب، احنا مش بنبرر اللي الكلبه دي عملته. كلبه، يعني انا بسميها كلبه، كلبه ما تربتش. ان تمدي ايدك مهما كانت حماتك وحشه، في حلول. في عيله عندك اب وام يقعدوا، انتوا بتعملوا في بيتي كده ليه؟ طالما انتوا سكتوا يبقى انتوا رضيتوا بالذل. لو الست دي وحشه مع بنتهم، يبقى انتوا اللي رضيتوا بالذل. انتوا رضيتوا بالذل، وطالما رضيتوا بالذل بقى اشربوا، ما تشتكوش. طالما انتوا ما عرفتوش تحلوا المشاكل بتاعتكم، ما تقعدوش بقى تشتكوا. وبعدين يعني انا بعلق بس على ابنها اللي مركب كاميرا وقاعد بقى في السعودية بيشوف يعني الحوارات بقى اللي بتحصل ما بين مراته وبين امه. يعني انت كده يعني متسلطن وانت عمال بتتفرج عليهم. طب ما تحل المشكلة، انت حل المشكلة. يعني ايه انت يعني قاعد بتتفرج عليهم يعني مثلا، ومنزل الفيديو وحاطط عليه اغاني وحاطط عليه؟ ده انت مزاج بصراحة، مزاجك عالي بصراحة. انتوا عارفين ايه يعني الحاجة اللي ضايقتني قوي؟ الطفل الصغير اللي كانت ماسكاه امها وهي عمالة بتحوش بنتها وهي بتضرب حماتها. الولا او البنت، الطفل ده يعني كويس ان هو عايش. والله العظيم ثلاثة ربنا حماه. ايه ده ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ هو ده ايه ده ولا في السينما. يعني القصص اللي احنا كل يوم بنتفرجوا عليها في الواقع في المجتمع ده ولا في السينما. ده يعني متهيألي مفيش سينما عملت شخصية كده ولا عملت قصص كده. يعني ما اتفرجناش على قصص كده. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بتضرب حماتها بالشبشب، واللي بتقتل، واللي بتحط سم لجوزها، واللي بتسيح جوزها، واللي بيقتل صاحبته في الجامعة. ايه اللي بيحصل ده؟ كل ده قلة تربية. يعني انا شايفة احنا مجتمع عايز يتربى قسما بالله. مجتمع عايز يتربى ونبدأ من الأسرة، ونبدأ من الأم. قسما بالله الأم والأب بعد اللي بيحصل في المجتمع ده لازم يتحط لهم قانون. انتوا بتشوفوا البنات وهي طالعة من المدارس، وبتشوفوا البنات وهي طالعة من الكليات، وتشوفوا البلاوي السوداء دي. لازم يحطوا قانون، والله العظيم قانون يحاسبهم على اللي بيعملوا، على الجرم اللي بيعملوه في عيالهم. سايبين العيال للساعة 12 و2 و3 الفجر على أساس إن أجازة بقى وصيف ومش عارفة إيه. ما عادي، مفيش أي مشكلة. وطالما يعني لو بيشتغلوا كمان، طالما بتشتغل وبتجيب فلوس خلاص تعمل اللي هي عايزة تعمله. أو طالما بيشتغل يعمل اللي هو عايز يعمله، يدخل في البيت من بعد الساعة 2 3 مش مشكلة، ما هو بيشتغل وبيجيب فلوس. لا، ده انا افتكر زمان لما كان اخويا بيجي الساعة 12 الساعة 11 كمان، ما جاتش 12، قسما بالله يقول له مش هتدخل البيت. لو جيت قبل الساعة 11 مش هتدخل البيت. كان في ضوابط وكان في احترام وكان في تربية. دلوقتي مفيش تربية، قسما بالله ما في تربية. يعني إلا قليلا، إلا قليل. يعني مش عارفة أقول لكم إيه. مفيش تربية خالص. كله قاعد على السوشيال ميديا، سواء كان أم أو أب أو العيلة كلها. احنا عارفين طبعا، يعني احنا عارفين احنا عايشين ازاي. يعني احنا كل بيوتنا احنا عارفين احنا عايشين ازاي. يعني
يا ريت نربي عيالنا بجد، والله يا ريت نربي عيالنا. مش هينفع كده، نربي عيالنا على الحب، نربي عيالنا على الأخلاق، نرجع زي الأول. نحترم بعض ونحب بعض ونود بعض. اللي بيحصل ده مش كويس خالص. معلش يعني ضايقتكم بكلامي، بس بجد انا كنت متضايقة وكنت عايزة يعني كلمتين افضفض بيهم ليكم. يمكن يعني نحاولوا نغيروا حاجة من الواقع. السلام عليكم.